السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كتير بنسمع عن ظواهر غريبة ومرعبة العلم ما بيلاقيش ليها أي تفسير، واللي منها الظاهرة اللي هنتكلم عنها في حكايتنا النهاردة، وهي ظاهرة وجوه بيلمز الغامضة. مش هطول عليكم، جاهزين؟ يلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في صباح يوم 23 أغسطس سنة 1971 في بلدة بلمز الأسبانية، في شارع ريال 5، منزل بسيط بتعيش فيه ست اسمها ماريا جوميز وزوجها خوان بيريرا وابنهم ميغيل. المهم في صباح اليوم ده الست ماريا كانت واقفة في المطبخ بتحضر الطعام لأسرتها، لكن لاحظت ظهور رسمة غريبة أول مرة تشوفها موجودة على لوح أسمنتي في أرضية المطبخ. ولما قربت من اللوح ده علشان تشوف إيه الرسمة دي، بدأت توضح أكتر وظهرت كأنها وش لامرأة. في البداية ماريا اعتقدت إنها مجرد بقعة عادية هتروح باستخدام المنظفات، لكن بعد محاولات كتيرة استمرت البقعة أو الرسمة دي موجودة، ولكن بوضوح أكتر من الأول. وهنا بدأت ماريا تحس بالقلق. بعد كده استنت زوجها خوان لحد ما رجع، وحكت له اللي حصل وورته الرسمة اللي موجودة على اللوح الأسمنتي. وكان رد فعل الزوج ساعتها إنها ممكن تكون رسمة من رسومات ابنهم، وخصوصا إنه كان بيشتغل رسام، وعلشان كده استنوا لما يرجع ويسألوه. وفعلا بعد ما رجع سألوه عن الرسمة اللي موجودة على اللوح الأسمنتي، وهل هو اللي راسمها ولا لأ. لكن استغربوا لما قال لهم إن دي أول مرة يشوف الرسمة دي. في الوقت ده قرر الزوج وابنه إنهم يهدوا اللوح ده ويبنوا مكانه لوح تاني جديد، وفعلا عملوا كده. واطمنت الست ماريا ورجعت الأمور طبيعية تماما. ويمر كام يوم لحد ما نيجي اليوم 8 سبتمبر، وبيحصل اللي ما كانش حد في الأسرة دي ممكن يتوقعه. اللي حصل هو ظهور رسمة تانية على شكل وش لامرأة وفي نفس المكان، ده غير ظهور رسومات تانية عبارة عن وشوش وأجزاء من الجسم، ولكن شكلها كان مخيف ومرعب، وبدأت تنتشر في كل حتة في البيت. وساعتها ما كانش قدامهم غير إنهم يبلغوا عمدة بلدة بلمز، واللي بدوره حضر وشاف الوشوش اللي موجودة على الجدران وعلى أرضية البيت، واللي ما كانش ليها أي تفسير ساعتها. وطبعا الموضوع ده بدأ يسمع في البلدة كلها، وبدأوا الناس يتجمعوا عند البيت علشان يشوفوا الظاهرة الغريبة دي. وكتير منهم قالوا إنهم شافوا الوشوش دي وهي بتظهر وبتتشكل قدام عينيهم على الجدران. وكتير من الناس حاولوا إنهم يمسحوا الرسومات دي بأي مواد كيميائية، لكن في كل مرة المحاولات دي كانت بتفشل. والأكتر رعبا إن في كل مرة كانت الوجوه بيبان عليها الحزن لما كانوا بيحاولوا يمسحوها. مش بس كده، ده كمان لاحظوا إنهم لما كانوا بيحاولوا يقطعوا أي أجزاء من الرسومات علشان يحللوها، كانت بترجع تظهر تاني في البيت وبتختفي لما القطعة ترجع. السلطات لما عرفوا بالموضوع ده رجحوا إنها أكيد خدعة عاملها الابن علشان يجذب الناس ويشوفوا الرسومات دي كنوع من أنواع السياحة. لكن رأيهم ده اتغير بعد فترة لما ما قدروش يثبتوا إن فعلا الرسومات دي من صنع بشري. وخلال فترة بسيطة بدأ موضوع البيت ده ينتشر في كل مكان، وعلماء كتير من دول مختلفة وخبراء بدأوا إنهم يروحوا يشوفوا الظاهرة الغريبة دي، وكان منهم البروفيسور جيرمان والبروفيسور هانز. بعد كده بدأ العلماء يعملوا جميع الفحوصات الممكنة على الوشوش دي، وحاول متخصصين من عدة جامعات أوروبية إنهم يلاقوا في الوشوش دي أي مواد كيميائية، لكن برضو ما قدروش يوصلوا لأي نتيجة. وعشان يتأكدوا أكتر عملوا اختبارات تانية من خلال أشعة سينية وصور فوق بنفسجية وأشعة فوق الحمراء، علشان يكتشفوا وجود أي مواد ساهمت في رسم الوشوش دي. لكن كل النتائج كانت بتأكد إنها رسومات مفيش فيها أي تدخل بشري، وإنها فعلا ظاهرة غريبة ملهاش تفسير علمي واضح. وبعد ما العلماء والباحثين يئسوا من تجاربهم، قرروا إنهم يحطوا ميكروفونات على الوشوش دي لالتقاط الأصوات اللي ما بتتسمعش بالأذن البشرية. وفعلا قدروا يسمعوا من خلالها أصوات كانت بالنسبة لهم صدمة ورعب في نفس الوقت. الباحثين سمعوا أصوات لنساء ورجال وأطفال، وكان أغلبها أصوات بكاء وحزن. وكان من ضمن العبارات اللي سمعوها وقدروا إنهم يفهموها عبارة الجحيم يبدأ من هنا، وإنها لا تزال مدفونة، وعبارة ماريا أريد أن أذهب، وعبارة إنهم جميعا أموات
ونحن نعاني. بعدها طلب المحقق بيرو أمورس من الست ماريا إنها تتكلم بصوت عالي وتسألهم عن إيه السبب اللي خلاهم يظهروا هنا في البيت. وفعلا لما قالت كده الست ماريا تم التقاط الرد، واللي كان بعبارة إنه بسبب سوء المعاملة. ومن الطبيعي إن أي ظاهرة بتحصل بتظهر معاها عدة افتراضات، واللي كان منها فرضية المقبرة. المتخصصين لما حفروا تحت البيت ده على عمق 3 متر لقوا هياكل بشرية، وكان بينها هياكل لأطفال ماتوا بأثر التعذيب. واكتشفوا بعد كده إنها بترجع لمقبرة اتبنت في القرن ال13 الميلادي، وكانت مقبرة رومانية وبعد كده اتحولت لمقبرة مسيحية. وإن تزامن ظهور الوشوش دي مع عمل ترميمات وتحديثات في الكنيسة اللي موجودة جنب البيت، واللي استدعت بعد كده إنهم ينقلوا بعض الجثث المدفونة من أماكنها. والموضوع ده خلى ناس كتير تفسر إن الوشوش دي هي أرواح جثث الأموات اللي اتنقلوا من أماكنهم، وبيعبروا عن غضبهم وحزنهم من الفعل ده. وتاني فرضية هي فرضية الخدعة، والفرضية دي قايمة على إن الأمر برمته مجرد خدعة، وكالعادة في كل الظواهر الغريبة بيميل النقاد لتكذيبها واعتبارها مجرد خدعة وراها هدف معين. وده فعلا اللي حصل في الظاهرة دي، واللي اعتبروها هي كمان مجرد خدعة من أصحاب البيت، بالرغم من عدم وجود أي دليل يثبت صحة الكلام ده. ده غير كمان إن ماريا وأسرتها ما استفادوش طول الفترة دي بأي مبالغ مالية، وإن كل اللي جالهم من ورا الموضوع ده هو الإزعاج والتطفل من معظم الناس. وتالت فرضية بتعتبر فرضية خارقة للطبيعة، وبتسمى الباراسيكولوجي. والفرضية دي تم تفسيرها على إن النفس البشرية بتتأثر بكل اللي بيحيط بيها من ظواهر طبيعية، وبتنعكس على شكل رسومات بتبين الحالة النفسية للشخص. وعلى الرغم من الأصوات اللي تم تسجيلها واللي كان معظمها أصوات استغاثة، إلا إن أصحاب الفرضية دي قالوا إن الوشوش والأصوات دي هتختفي بمجرد مغادرة ماريا المنزل أو بعد موتها. وتعدي بعد كده سنين طويلة لحد ما بنيجي لسنة 2004 وبتموت ماريا وهي عندها 85 سنة. وفي الوقت ده ناس كتير كانوا مستنيين إن الوشوش دي تختفي من البيت بمجرد موت ماريا، إلا إن الوشوش دي استمرت في الظهور حتى بعد وفاتها، علشان بكده تسقط فرضية الباراسيكولوجي وتستمر وجوه بيلمز الغامضة، لغز عجز العلم عن تفسيره حتى الآن. وبكده انتهت حلقتنا. مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.